هاي يا جماعة، كل سنة وانتم طيبين. العيد حزب الكنبة يجمع هنا اللي ما خرجش في العيد. هعمل حاجات ممكن تعوض عدم خروجنا. طبعا هنعمل ايه في العيد مش هوصيكم تتجولوا في القناة عندي. So keep watching my channel. هحط لكم كمان شوية لينكات فيديوهات لذيذة بقوا شوفوها. فههدي بقى المزيكا علشان نسمع بعض واقول لكم ازاي هنخرج من غير ما نخرج في العيد. هنعمل ايه؟ طبعا طول ما انت قاعده حطي ميك اب. طب انا ماليش في الميك اب يا هبه، صدقيني هيجي اليوم وتحتاجي انك تحطي فيه ميك اب. ومع ذلك يا ستي في حاجات تانية ممكن تعمليها غير الميك اب، منها انك ممكن تعملي شوبينج او تاخدي دوش. فخليني الاول اوريكم المشتريات وبعدين اقول لكم طقوس الدش. انا اشتريتها قبل العيد. مش اشتريتها، هقول لكم القصه. اختي اشتريتها ما عجبتهاش اديتها لي. وايتنينج كريم فروم ستاركي. ده كريم تبييض من ستاركي بهاف دولار. دي جبت ايفا. اسمها جولي ايفا. ده حلو قوي، كريم تشقير شعر الوجه والجسم. لازم كل مره تجيلي رساله وتطلع صوت كده. المهم بتيجي كده في العلبه دي كده، ومن جواها دي ب45 جنيه. خلاص. 3/4 يعني ربع من ده و3/4 من ده. ده جل الرمان 300 مللي، بيقعد كتير جدا. من ايفونا، الصلاحيه 3 سنين. لا كنت انا شاريه واحد، مش عارفه حطيت لكم صورته قبل كده ولا لا. احلى من ده زيت ال8 سنتي. اللي على فكره فاكرين العيد اللي فات كنت قلت لكم، هحط لكم لينك في الديسكريبشن بوكس. كنت قلت لكم ان انا هعمل يعني بطول شعري وكده، فهو ده الزيت اللي انا بستخدمه، زيت ال8 سنتي. وهعمل لكم عنه ريفيو كامل. بس هو مبدئيا كويس، يعني يستاهل انك تجيبيه. ده ب200 جنيه. This is 8 centimeter Indian oil. It's fantastic. فاكرين العيد اللي فات كنت قلت لكم ان انا عملت بيه اوردر، هو بالفعل وصل لي، فانا مصداقيه اهو. فمجموعه عباره عن الزيت ده وده. ده للتتقيل، بيتقل الشعر. زيت امامي، بس انا دي تاني ازازه. اللي كانت جات لي العلبه الاصغر. شامبو كيش كينج، لو لقيت له صوره هحطها لكم. وجات لي معاه الهديه دي. ده كريم هندي برضو، بورو بلاس هيلثي سكين 24 اور مويسترايزيشن. ده بستخدمه على رجلي لانه بشرتي عاديه، ف ما استحملتوش، يعني حسيت ان هو تقيل قوي عليه. بقى الناس اللي ما خرجتش في العيد تجهز بقى معانا، علشان هقول لكم على كذا حاجه حلوه قوي قوي هتعمل لكم مود. دي من الحاجات اللي انا اشتريتها، اللي هو كريم العين من دكتور راشيل في راس السنه اللي فاتت. برضو هحط لكم اللينك بتاع المشتريات في الديسكريبشن بوكس، ابقوا روحوا شوفوه. بتاع راس السنه بتاعت 2023. فده اول حاجه عملتها اول ما قمت من النوم النهارده، ان انا حطيت ده في العين، وما بحطش ميك اب خالص. كعب الرجل، وش الرجل، والله العظيم والله العظيم بتعمل مود مش طبيعي، مش طبيعي، بالذات الناس اللي مش هتخرج في العيد. فانا بقى هقول لكم بقى عملت ايه. قبل ما ادخل الشاور عملت ايه. جبت دي اوردينري، انا وريته لكم العيد اللي فات. ده بيلينج سوليوشن. ده حطيته في الاماكن اللي انا عايزه افتحها، وده بيتساب 10 مش اكتر من 10 دقايق، يعني 10 دقايق او اقل زي ما انت حابه، يعني اكتر من 10 دقايق. فانا حطيتها في الاماكن اللي انا عايزه افتحها. عقل الصوابع عايزه افتحها وكده. فدي اول حاجه حطيتها قبل ما ادخل الشاور. وبعدين حطيت الحبه فيه. هجيب منه تاني باذن الله. ده حطيت منه، قعدت اعمل بيه فروه في فروه راسي كده شويه.
حلو قوي. ده اللي كان جاي مع المجموعه، اللي هو الحجم الكبير ده كان جاي مع المجموعه دي في الانبوكسنج اللي انا عملت بيه اوردر العيد اللي فات. انا وعدتكم ان انا خلاص. السكراب بستاركي برضو على كعب الرجل، والحته اللي هي في الكوع اللي هي مكان تانية الكوع. هحط لكم صوره، انا مش عارفه اوريكم. المهم عملت فيها كويس جدا جدا برضو. ويعني على مثلا الركب مش عارفه ايه كده. لكن انا مش من هواة ان انا اعمل السكراب للجسم، ما بحسش اني بحتاج بصراحه يعني. بحس ان وشطفت رجلي تاني كويس جدا جدا جدا، وخرجت من الحمام. خرجت بقى عملت ايه هقول لكم. حطيت الاول الكريم ده، لان زي ما قلت ان هو حسيت ان هو انا بشرتي عاديه، حسيت ان هو تقيل على وشي، فبحطه على رجلي. وحطيته ما بين الصوابع، وسبته لما يهدى شويه مثلا بعد نص ساعه ولا حاجه. وحطيت جل الرمان ده البرفان اللي انا استخدمته، رشيته بين صوابعي. اللي هو بتاع باث اند بادي وركس. ده كان 320 جنيه من محل هنا عندنا في كفر الزيات. بس للأمانة يا جماعة، للأمانة ده أقوى منه بكتير. بتاع أورفليم ده في توب ده، هو ده شكله. فوت سبراي. هو طبعا علشان ده متخصص اكتر يعني. اورفليم عاملاه اصلا عشان كده، عشان الرجل وكده يعني. ف ده اقوى منه وبيعمل مود. حطيته اللي هو برضو من اورفليم. الحقيقه ده من الحاجات التحفه في اورفليم. بادي اند هير اويل افوكادو. شفتوا؟ مش ما حبيتش امشي الفيديو من غير ما اوريكم المسك. انا طبعا هو باين ان انا مستخدماه. بتبشري بالمبشره عادي على الزيت. والاحسن الحقيقه للامانه ويبقى تاثيره اقوى لو استخدمتيه لوحده. يعني بشرتيه لما بتبشريه بيبقى كده سموذي كده في ايدك، بيقدر يدوب.